الفيلم بيبدأ مع بنت اسمها بريت رايحة القصر عيلة عشان تشتغل مربية وحيد، وبتوصل القصر وبتستغرب من السواد اللي طالع على الأوضة اللي فوق، وبتدخل القصر عشان تقابل السيد والسيدة هير، وبتقلع جزمتها عند باب القصر وبتفضل تستكشف القصر، وبتشوف إن القصر مرصوص بلوحات وتماثيل كتير، وبتتمشى لغاية ما بتوصل لأوضة طفل كلها ألعاب. فجأة بتتخض من شخص اسمه ماركوم، وهو اللي بيجيب طلبات البيت، وبتروح مع المطبخ عشان تساعده في ترتيب الطلبات في المطبخ، وبتقابل السيدة هير واللي بتسألها عن جزمتها، فبتروح عشان تلبس جزمتها لكن بتلاقيها اختفت. فبتقول لها هيل ان اكيد ابنها برامز بيلعب بيها، وبعدها بتاخدها عشان تعرفها على برامز ابنها. تستغرب ان برامز هو عروسة لعبة وبيعاملوه كأنه ابنهم الحقيقي، وجايبين له مربية. وبتقول لمالكم يخلي باله على بريتا، والسيدة هيل بتقول على التعليمات بخصوص اهتمامها برامز انه بيصحى الساعة 7 الصبح وبتلبسه اللبس بتاعه، وبعدها تاخده المكتبة عشان تقرا له كتاب لمدة 3 ساعات، ولازم يكون صوتها عالي وواضح عشان رامز يسمع كويس، وتسمعه الموسيقى المفضلة عنده. بتوريها باقي القصر، وبعدها بتقول لها ان رامز حبها وانه موافق على انها تبقى المربية بتاعته. وبيجي الليل وبتتصل جريتا باختها ساري عشان تطمن عليها، وبتقول لها ان الناس اللي في القصر غريبين وانهم جايبينها مربية العروسة، وان مفيش نت ولا شبكة في القصر. وبتقول لها ساري ان كل حبيبها السابق بيسأل عليها كتير وعايز يعرف مكانها لكن ما قالتلوش عشان ترتاح من مشاكله. وبتنام وبتصحى تاني يوم عشان تبدأ تهتم برامز قبل سفر أهله، وبيديها والد رامز ورقة فيها تعليمات تمشي عليها عشان رامز يعيش سعيد. وبتعتذر السيدة هيل لجريتا وبيسافروا وبيسيبوا جريتا مع رامز تهتم بيه، وبتفضل جريتا في القصر لوحدها. وأول ما بتدخل القصر بتحط رامز على الكرسي وبتغطي وشها لأنه بيخوفها، وبتسيبه في مدخل القصر وبتطلع أوضتها وبتكمل يومها عادي لحد ما بتنام تحت الشباك وهي بتقرا الكتاب. ولما بتصحى بتمشي عشان تطلع أوضتها، لكن بتلاقي القماشة اللي متغطي بيها وش رامز متشالة من عليه ومرمية في الأرض. فبتستغرب جريتا وبتشيل رامز وبتروح تحطه على الكرسي اللي في أوضته، وبتقفل وراها الباب وبتروح تنام في أوضتها. وبتصحى الساعة 12 على صوت البرق، وبتحس إن في حركة غريبة في البيت، فبتقوم من نومها وبتتحرك ناحية الصوت لحد ما بتوصل لصورة عيلة رامز. وفجأة إيد بتتمد من جوه اللوحة عشان تخنقها، وبتقوم جريتا من النوم مفزوعة، وبيطلع ده كله حلم. وبتشوف السقف اللي بينقط بسبب المطر، وبتطلع للسقف لكن بيكون مقفول. وبتفضل قاعدة في البيت لحد ما بتلاقي مالكم جالها ومعاه طلبات البيت، وبتسأله عن قصة رامز، وبيقول لها إن رامز مات في حريقة في البيت في يوم عيد ميلاده الثامن، ده حصل من 20 سنة. بعدها ظهرت العروسة دي وبقوا أصحاب القصر يربوها كأنها ابنهم اللي مات. وبيقترح عليها مالكم إنهم يخرجوا بالليل ويفسحها على المدينة، وبتوافق جريتا إنهم يتقابلوا بالليل، وبتجهز جريتا الفستان اللي هتلبسه، وبتدخل تاخد دش. فجأة بنشوف الفستان والسلسلة بيتسحبوا من مكانهم وبيختفوا من الحمام من غير ما تحس. وبعد ما بتخلص الدش وبتنشف شعرها، وبتلاقي إن في حتة من شعرها مقطوع بالمقص، وبتلاقي حاجاتها اختفت، وبتروح تدور على سلسلتها وفستانها وما بتلاقيهمش. وبتروح اوضتها بتلاقي ان لبسها كله اختفى من الاوضه، وبتخرج بره الاوضه بتلاقي ان السلم اللي بيوصل للسقف مفتوح بعد ما كان مقفول. وبتطلع السقف عشان تتاكد ان مفيش حد في البيت، وبتاخد معاها عصايه وبتطلع تدور لكن باب السقف بيتقفل عليها وبتتحبس في مكانها. وبنشوف ان مالكم وصل عشان ياخدها بعربيته، وبتفضل تنادي عليه وهو مش سامعها لانها بعيده عنه. وبتشوفه وهو ماشي من البيت وبتحاول تدور على اي حاجه حواليها لحد ما بتلاقي شخص واقف قدامها، فبترجع لورا وبتتخبط راسها وبيغمى عليها، وبتفضل نايمه لغايه ما بيطلع النهار. وبتلاقي ان الشخص اللي كان واقف قدامها طلع عباره عن هدوم متعلقه، وبتبص جنبها وبتلاقي البوم صور لرامز واهله وقت ما كان عايش من 20 سنه. وفجاه باب فتحه السقف بينفتح وبتقدر تنزل للبيت وترجع اوضتها، فبتلاقي كل لبسها في مكانه عادي. وبتتصل بمالكم عشان يجي يدور في القصر كله لانها متاكده ان في حد كان موجود في القصر معاها امبارح، وما بيلاقيش حد موجود. فبيفضل معاها شوية في القصر عشان يطمنها. وبتبص جريتا في أوضة رامز بتلاقيه بيبص لها، وتحت إيده قايمة التعليمات اللي المفروض كانت تمشي عليها. وبتسأله عن شخصية الطفل رامز كانت إزاي، فبيقول لها إن في ناس بتقول عنه طيب وفي ناس بتقول عنه إنه كان غريب الأطوار. فبتسأله وأنت رأيك إيه، فبيقول لها مرة كنت بوصل طلبات للبيت لقيت والد رامز سكران وبحكي معاه وسألته عن طبع رامز وقال إنه غريب. وبيكون في القصر سماعات بتسمع كل الكلام لبرامز، وبعد ما
بيمشي مالكم بتتصل جريتا باختها وبتقول لها ان ابنها الصغير فتح له الباب وخاف منه وقال له على عنوانك وبتتاسف منها. بعد ما بتقفل مع اختها وبتنام جريتا وبتصحى تاني يوم وبتحس بحد واقف قدام اوضتها، فبتفتح الباب فبتلاقي الجزمه بتاعتها اللي اختفت اول ما وصلت القصر. وبتروح على اوضه برامز بتلاقيه قاعد على السرير وجنبه قايمه التعليمات، فبتخاف وبتجري على اوضتها وبتحاول انها تتصل باي حد، وفجاه بتلاقي التليفون بيرن وبتسمع صوت طفل بيقول لها انه لازم تتبع التعليمات وانه عايز يلعب معاها. وبعدها بتشوف ظل حد من تحت الباب وبيحط لها برامز سندوتش عشان تاكله، وبيقول لها انه بيوعدها انه هيسمع كلامها. وبتخرج جريتا من اوضتها وبتلاقي سندوتش قدام بابها، وبرامز باصص عليها فبتفهم ان العروسه ممكن تكون حيه فعلا، وبتروح له وبتقول له انها تتبع التعليمات بعد كده. وفي نفس الوقت ده اهل برامز بيكتبوا له رساله وتزروا له عن اللي هيعملوه. بيتحركوا للبحيره وبيحطوا طوب في لبسهم وبينزلوا البحيره وبيموتوا غرقانين. وبتكون جريتا بدات تهتم برامز كانه طفل حقيقي، وبقت تفطر وهو جنبها، وبعدها بتقرا له الكتاب بتاعه وبتشغل له الموسيقى وتنفذ كل التعليمات اللي في القايمه. بيجي تاني يوم وبيتعلم برامز ازاي يعزف على البيانو. بتتخض لما بتلاقي ان مالكم دخل البيت وبيقول لها انه جاي يطمن عليها، وقال لها انه هيوصل لها الطلبيه الاسبوع ده بدري، وبيجيب لها الجواب اللي هي كتبته وبيسيبه على الترابيزه. وبيروحوا كلهم المطبخ عشان يحطوا الحاجه اللي جايبها، وبيسال جريتا لو ممكن يخرجوا سوا بالليل، ولكنها بتقول لي انها مش هتقدر تسيب برامز لوحده ولازم تفضل معاه. فبيستأذن مالكم وبيمشي من القصر. وبترجع جريتا ثاني يوم تشك ان برامز مجرد عروسه، وبتقول له انه لو في اي روح يتحرك من مكانه قدامها، ولكنه بيفضل ثابت. فبتروح ترمي اللي في الطبق بتاعها وبتدي لبرامز ظهرها، وفجأة بيتنقل من مكانه وبيقعد على الأرض. وبتروح لمالكم وبتقول له إنه لازم يشوف اللي هي شافته وإن برامز حي فعلا. وبتطلع أوضة برامز وبتقول له إنه بيتحرك لكن لما يكون لوحده لأنه خجول جدا. وبترسم دايرة على مكان برامز وبتاخد مالكم وبتخرج بره الأوضة وبتقول إن برامز هيتحرك من مكانه لوحده. ولكن بعد ما بيسيبوه شوية وبيرجعوا بيلاقوه في نفس المكان اللي هو فيه. فبيقول لها مالكم إنها محتاجة ترتاح شوية. فبتتكلم جريدة مع برامز وبتقول له انها محتاجاه يتحرك والا هتكون مجنونه، وساعتها هتسيب البيت وتمشي. وبيخرجوا بره الاوضه وفعلا اتحرك من مكانه. وبيستغرب مالكم وبتمشي في جنينه القصر. وموت برامز في الحريق صعب على اهله، وهي عاشت الاحساس ده لانها خسرت ابنها في بطنها بسبب حبيبها السابق كولي اللي كان سكران وضربها في بطنها وانفصلت عنه. وبيفضل مالكم معاها لاخر الليل لحد ما بينام برامز. خالف جريتا شرط من شروط القايمة، وهو إنه ممنوع يكون في ضيوف في القصر. وفجأة بيسمعوا صوت موسيقى عالي وبينزلوا الاتنين لأوضة الموسيقى وبيلاقوا برامز قاعد لوحده. وبعد ما بتطلعوا جريتا عشان ينام في أوضته بتنزل تاني لمالكم وبيقول لها إنها لازم تبات في المدينة معاه النهاردة، لكنها بترفض. وبيقول لها مالكم إن في بنت من 20 سنة كانت متعودة تلعب مع برامز، وفي عيد ميلاده قررت إنها تسيب حفلته وتمشي. بعدها لقوها ميتة في البحيرة وراسها مكسورة، والشرطة رجعت عشان تحقق مع عائلة برامز. حصلت الحريقة في الأوضة وبرامز مات، لكن جريتا برضه بترفض تسيبه لوحده ومالكم بيمشي. تاني يوم بتسمع جريتا صوت من أوضة البلياردو وبتفتكر إن مالكم هو اللي موجود، لكنها بتلاقي قدامها كول حبيبها السابق وبيقول لها إنه جاي عشان ياخدها وتسافر معاه. وبيقول لها إن أصحاب البيت دول مجانين لأنهم بيربوا عروسة. فجأة بيدخل مالكم وبيقول لجريتا إنه جاب لها الطلبات اللي عايزاها وبتروح معاه عشان تشيك عليها. وبتطمنه وبتقول له إن كول مش هيأذيها وبيسيبها وبيمشي. وبتجيب غطا كول عشان ينام على الكنبة وبيعتذر منها وبيقول لها ما تحاولش تهرب منه تاني لأنه هيلاقيها ومش هيسيبها أبدا. وبتاخد برامز وبتطلعه لأوضته وتنيمه وبتطلب مساعدته إنه يطرد كول لأنه عايز ياخدها معاه بالغصب. وبتنام جنبه وبيصحى كول على دم بينقط على وشه وبيلاقي إن حد كاتب بدم الفيران على الحيطة إنه يخرج بره البيت ورامي الفيران على هدومه. وبتقول جريتا إن برامز هو اللي عمل كده. وبيكون مالكم بره في العربية وبيسمع صوت خناقة وبيدخل وبيلاقي كول ماسك برامز في ايده وبيكونوا عايزين ياخدوا برامز من ايده، لكن كول بيضرب بيه الارض وبيكسره. وفجأة بيحسوا بصوت في البيت كله وكأنه في حد بيتحرك في الحيطة لحد ما الصوت بيثبت ورا مراية. وبيقرب كول من المراية وفجأة بتتكسر في وشه وبيظهر واحد واقف وراها ولابس قناع على وشه وشبه وش العروسة. وبيفهموا ان اللي قدامهم هو برامز وهو عنده 28 سنة. وبيضرب مالكم وبيطعن كول في رقبته وبياخد مالكم جريتا وبيحاولوا يستخبوا، لكن برامز بيجري وراهم. وبيطلعوا لأوضتها وبيستخبوا وبيلاقوا ان برامز بيتحرك جوه الجدار اللي كله ممرات. وبيهربوا وبيرميها الأوضة ضلمة، فبيلاقوا الباب اللي بيوصلهم للممرات. فبيمشوا لغاية ما بيوصلوا الأوضة اللي برامز عايش فيها. وبتلاقي جريتا جواب أهله اللي بيقولوا فيه إنها المربية اللي هيحبها وتعيش معاه للأبد. وبتعرف إنهم استغلوها وإنهم عيلة مجنونة وبيحاولوا يهربوا من برامز. وبتقدر
تقدر بريتا تهرب، لكن برامز بيمسك مالكوم وبيقول لها لا لو هربت هيقتله، بترجع عشان تنقذ مالكوم وبتاخد مفك، وبتلاقي برامز قدامها وبتقول له لازم يسمع الكلام وينام حالا، وبيسمع كلامها وبتطعنه بالمفك لكن بيخنقها وبتطعنه تاني وبيقع على الارض، وبتروح لمالكوم وبتخرجه من القصر وبيهربوا بعيد، وبنشوف ان برامز لسه عايش وبيصلح العروسة من تاني وعايش لوحده في القصر. وبكده بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف ملخصات اكتر ما تنساش تشترك في القناة، قناة مامو أفلام.